اهلا بيكم، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض طريقه المكرونه بالقوط. حاجه سهله جدا وبسيطه، بس هتقولي في ناس كتيره جدا ما بتعرفش تعمل المكرونه وبتطلع معاها مظبوطه. في اللي بيطلع معاها معجنه او طعمها مش حلو او الطماطم بتاعتها قليله او الزيت بتاعها قليل. فانا النهارده عملت الفيديو دوت للناس المبتدئين. بصي، هتجيبي زيت يعني ايه حوالي، مش هقولك نص كوباية او ربع كوباية، لا اقل من نص بشوية واكتر من الربع، علشان انا هعمل نص كيلو من المكرونة. حطيت الزيت سخن، نزلت بمعلقة توم كبيرة. هنزل عليها بقى بحوالي كيلو الا ربع من الطماطم، علشان المكرونة تطلع معايا حمرة وشكلها حلو وطعمها حلو. حطيت الطماطم مع الثوم والزيت وهسيبهم يغلوا مع بعض. معايا حلة على النار اهيت بتغلي، هنزل فيها بمعلقتين من الملح، معلقتين ويكونوا كبار. هسيب المية تغلي بقى كده وهجيب المكرونة بتاعتي. المكرونة النهاردة بتاعتي نوعها اسباجيتي. الاسباجيتي يا جماعة اعمليها بالثوم بس، هتديكي طعم حلو جدا. طبعا بكسرها، كسريها بالطريقة اللي انت بتحبيها، ممكن على نصين او على 4، او ممكن تحطيها زي ما هي. حطيت على الطماطم بتاعتي معلقة من السكر، ومعلقة من السكر كبيرة، معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، ومعلقة من الكمون صغيرة، ومعلقة من الكزبرة، ومكعب من المرقة. ما تزوديش عن كده لان اكتر من كده هيدي طعم مش حلو. خلاص، يبقى فلفل اسود، كمون، كزبرة ناعمة، ومعلقة من السكر كبيرة، ومكعب من المرقة. ما تزوديش بقى ملح، علشان انا عندي الفلفل بتاعي فيه ملح، والكمون والمرقة دي برضو عليها ملح. فدوقي، استني بقى لما تتسبك خالص وتدوقيها. لو حسيتي ان هي محتاجة ملح ضيفي، مع مش محتاجة خلاص يبقى كده تمام. خلاص، طبعا المية بتاعت المكرونة لازم تبقى مالحة قوي، خلاص، علشان ايه المكرونه بتاعتك ما تبقاش معجنه. خلاص. المكرونه بتاعتي بعد ما حطيتها تاخد غلوه، وبعد كده هوطي عليها النار علشان ما تتهريش مني. ولازما تنزلي المكرونه بتاعتك ناقصه سوا، يعني يكون 3/4 سوا. هضيف معلقه من الفلفل الاحمر، ده فلفل احمر حار. لو انت مش حابه انها تكون حاره هتحطي فلفل احمر رومي، بيديها لون. خلاص، انا كده بشوف المكرونه بتاعتي استوت ولا لسه. بدوس على حرف الحله، بلاقيها لسه جامده شويه، بسيبها. خلاص، وبعد كده بقى بروح اصفيها كده. الصلصه بتاعتي اهي اتسبكت، فاضل لها بس حاجات بسيطه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. استني لما الزيت بتاعي ينطر على حرف الحله، يبقى كده المكرونه الصلصه بتاعتي جاهزه. هصفي بقى المكرونه وهروح بقى اضيفها كده على الصلصه زي ما انتم شايفين، واسيبها على النار. يعني انا وانا بقلب كده انا فاتحه النار، وافضل اقلبها كده من تحت لفوق، واقلبها كويس لحد ما الصلصه تخش جوه المكرونه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا. في ناس ما بتظبطش معاها المكرونه. كده المكرونه اهي بقت جاهزه. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، جربيها بالطريقه دي ومش هتندمي. هبقى اوريكم بقى وصفه تانية للمكرونه بالبصل وبالثوم، دي بالثوم بس. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.